أكلة النهاردة من الأكلات اللي هترجعك 20 سنة لورا. الطبق المفضل لكل أجدادنا. مفيش بيت مصري زمان كان يخلى من البصارة. البصارة بكل تفاصيلها وتكات أجدادنا المميزة كده هتبقى في فيديو النهاردة، لأن أنا كنت بقف مع تيتا وهي بتعمله، وكان أحلى طبق بصارة بيطلع من تحت إيديها. ألف رحمة ونور عليها هي وبابا وماما وكل أمواتنا يا رب. ندخل على كل التفاصيل، بس قبل ما ندخل لو انت اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وكومنت حلو عشان اشوف وارد عليكي. معانا المكونات سهله وبسيطه خالص. ربع كيلو فول مدشوش، ده طبعا بيجمل العطار واساسي جدا، نغسله كويس كويس جدا وبعد كده ننقعه في ما لا يقل عن 3-4 ساعات. ومعانا بصلايه متقطعه مكعبات واربع فصوص توم، ومعانا 3 ربطات خضره شبت وبقدونس وكزبره. تمام. ومعانا التوابل بقى، معانا ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وشطه وواحده مكعب مرق دجاج ومعلقه صغيره النعناع اللي انا بشاور لكم عليه ده، نعناع مطحون ناشف يعني، بيديها وبينقلها في حته تانية خالص. مكونات سهله وبسيطه، وطبعا اساس الميه المغليه معانا. انا سبت الميه تغلي كده عقبال ما اجيب الحله بتاعتي واحط فيها المكونات اللي هم الربع كيلو فول مدشوش ومنقوع 3 ساعات اقل حاجه، وضروري ان هو يكون منقوع. وهنحط عليهم البصل بتاعنا المكعبات وبلس الثوم، وكمان الخضره هنحطها كلها يا بوسي. لا طبعا مش هنحطها كلها، لان انتوا عارفين اي حاجه لونها اخضر اما بتتغلي كتير بتحط على النار كتير بتفقد لونها خالص، واحنا عايزين البصاره بتاعتنا تبقى خضره كده زي بتاعت اجدادنا زمان. حطينا التوابل عليها وبعد كده حطينا الميه المغليه، هنسيبهم يغلوا على البوتاجاز. ما بياخدوش وقت كتير، يعني ممكن ربع ساعه وفي اقل وفي اكتر على حسب ان انتي الفول بتاعك يستوي ويوصل للمرحله دي. انا عندي استوى خالص وانا حبيت كده علشان البقوليات بالذات لازم بتكون مستويه. وبعد كده هننزل بقى بباقي الخضره اللي احنا سبناها في بدايه الفيديو. هنبتدي نقلب، تاخد غلوة واحدة بس، اوعي تقومي خلطها كده وتقولي انا عايزاها خضرة خالص، لا الخضرة هتدي طعم جرشة كده، فمش لا، لازم تاخد غلوة مع باقي المكونات، غلوة واحدة بس. تمام. بعد كده هنجيب بقى الحلة بتاعتنا القمر دي، و قبل بقى ما نجيب الحلة ونخلط الخليط القمر بتاعنا السكر ده، هقول لكم سر التقلية الذهبي الكريسبي دي. البصل بتاعي انا بقطعه جوانح زي اي حد عادي، وبحط عليه معلقه دقيق ومعلقه نشا وبحمرهم في زيت غزير. طب وصلتيهم للحجم الكوتي موتي ده ازاي يا بوسي؟ فركته بعد ما اتحمر ونشف خالص. اهم حاجه في البصل بتاع التقليه اللي بتحط سواء فوق البصار او اي كشري او اي حاجه، ان انتي لما تطلعيه ما تطلعهوش على مناديل. ما تطلعوش على مناديل، مناديل بتخليه يطرى، لكن لو على مصفى بيبقى زي الفل قوي. اوكي. نجيب بقى الخلاط بتاعنا، او عندك هاند بلندر يبقى عسل قوي، وفرت على نفسك مواعين، بس انا مش متوفر عندي هاند بلندر. وتحطيه في الخلاط بتاعك وتبدأي تخلطي القوام لغاية، يعني هو كده اول ما حطيته بصوا لونه اخضر وحلو ازاي. ده ليه؟ لان احنا قسمنا الخضره بتاعتنا. ما تحطيش الخضره كلها في بدايه الطبخه بتاعتك او في بدايه ما حطيتي البصاره على النار، تحطي جزء واتبعي التعليمات اللي انا بقولها وهتاكلي احلى واطعم طبق بصاره في حياتك كلها. وفعلا كام تكه كده كنت بشوف تيتا الله يرحمها بتعملهم، فرقوا فعلا معايا جدا. يعني بصوا القوام بتاعها دلوقتي خفيف شويه، عايزه تقليه هتحطيها على النار. طب لو القوام بتاع البصاره بتاعي يا بوسي جه تقيل شويه، اعمل ايه؟ هخفه بربع كوبايه ميه كده. اوكي. عندك مرقه مفيش مشكله، اي حاجه يعني. التكايه بقى اللي كنت بشوف تيتا بتعملها، كانت بتجيب البصل اللي هي عامله فيه التقليه ده وتاخد منه حبه تحطهم في البصوره. عايزه اقول لكم يا بنات الحبه دولت بيدوا تسكيره حلوه قوي. طبعا ما كنتش عامله تقليه كتير، فلو انت عامله كتير حطي يعني البصل بيديها تسكيره وطعم خرافي. وفي تكايه كمان كانت تيتا بتعملها هقول لكم عليها، فما تستعجلوش يعني وتطلعوا من الفيديو من قبل ما تشوفوا كل التريكات اللي في الوصفه بتاعتنا النهارده. هناخد بقى الحله بتاعتنا كده ونرفعها على النار تغلي شويه، قوامها يتقل شويه، وهي بتغلي هنعمل بقى التركايه اللي كنت بشوف تيتا بتعملها في نفس الطبق الألمونيا. يعني كان عندها برضو طبق ألمونيا صغنن زي كده للتقلية الملوخية والحاجات دي. الناس دي يا جماعة أكلها مش هيتعوض، لو عشنا مليون سنة جاي مش هنعرف نعوض الناس دي.
ألف رحمة ونور عليهم كلهم. هنبتدي نحط فصين توم صغيرين وعليهم معلقة كزبرة ناشفة، وطبعا هنحط يعني نكون بنحمرهم في معلقة سمنة بلدي، ونعمل الطشة للبصارة بتاعتنا. مش كل الناس بتعمل طشة للبصارة، جربيها بالطشة وقوليلي رأيك هيبقى عاملة ازاي. أكلة موفرة وجميلة وتحفة، مش هتصرفي كتير، يعني ربع الفول المدشوش ده ما بيكملش 10 جنيه، الخضرة مش هتكمل 3-4 جنيه، وعملتي غدا يعني تحفة. جنبه بقى رغيفين العيش بتوعك الحلوين، بصل مقطع بالخل والسكر يدي تسكيرة للبصل، او بطاطس محمرة او مخلل، او هي لوحدها كده بالعيش، حاجة في منتهى العظمة والجمال. عودوا ولادكم يا بنات ان هم ياكلوا الاكلات الحلوة بتاعت زمان دي. عايزة اقول لكم الاكلات دي كلها قيمة غذائية وفوائد رهيبة، احنا غفلانين عنها. زمان ما كانوش بيعملوا اللحمة والفراخ دي اللي هي مرة ولا مرتين بالكتير في الاسبوع. دلوقتي الجيل اللي طالع ده لما تعملي له اي اكله ما فيهاش مثلا جنبها بانيه ولا فراخ ولا لحمه يغضب على الاكل. لا، عودوهم على القناعه والرضا، وان اللي موجود باسلوبنا وبنفسنا احنا هيبقى حلو حتى لو هو ايه. يعني طبق البصاره ده عايزه اقول لكم والله العظيم كان طعمه رهيبه رهيبه بجد. يعني انا اول مره اعملها بنفسي، عشان بس اكون صريحه معاكم، البصاره انا عمري ما عملتها في حياتي، انا كنت باكلها من ايد تيتا بس الله يرحمها، ويمكن كمان ماما ما كانتش بتعملها، يعني ما افتكرش ان مثلا ماما مره عملتها ولا حاجه، لا لا. والكشك والحاجات الكشك الألمازية والحاجات الجميلة دي، أنا عايزة أعمل سلسلة أسميها سلسلة الزمن الجميل. والله العظيم مش بقول كلام كده وخلاص، لأ فعلا. زي ما في أفلام الزمن الجميل، زي ما في لبس الزمن الجميل، لأ لازم يكون في سلسلة اسمها سلسلة أكلات الزمن الجميل، وأولهم وعلى رأسهم الكشك الألمازية اللي بيتعمل بشوربة البط ده. يا سلام. هتقولوا لي ما فين التوفير بقى، ما دي شوربة بط. لا، ما احنا نبقى عاملين بطة مثلا ونشيل الشوربة بتاعتها ونعمل عليها بقى الكشك الألمازية. الفول قصدي البصارة دي مش محتاجة ولا شوربة بط ولا أي حاجة، ده أكلة، بصوا أكلة البسطاء، الناس الجميلة، الناس القنوعة اللي كل قلبها مليان رضا. مش معنى كده أنا مش لاقي آكل مثلا، أو إن أنا خلاص افتقرت، لا، أنا بحب أجدد وبحب أنزل وصفات تكون يعني فريدة من نوعها، علشان كمان افيدكم. في ناس كتير اكيد زي ما عملوش البصارة، يمكن لما يشوفوا الفيديو ده تهف في دماغهم ويعملوه. وبألف هنا وشفا عليكم مقدما لأي حد هيجربها، ولأي حد شافها، ولأي حد متابعني. كلكم على راسي من فوق، حبايب قلبي، احلى متابعين. دمتم احلى صحبة ودمتم احلى صحاب، وربنا يخليكم ليا يا حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة جدا جدا وغير معتادة وغير تقليدية، ودايما هنا كل جديد. واسيبكم في حفظ الله ورعايته. باي باي.